عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من كندا، من رأي العام عن منشورات تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا. منشورات في كندا، في إنجلترا. موقع اليوم السبب الرئيسي لهذا التشويش وهذا الخلاط لأنه الجزائر عندها مواقف، والمواقف ديالها راهي يعني على كل الأصعدة، يعني المحلية، الإفريقية، الدولية. اضراب احنا درناه باش نخرجوا فرنسا، الاضراب داروها اجدادنا وابائنا باش خرجوا فرنسا. فتقول له يا ولدي احكي لي تجاره، احكي لي سلعه، بيع وشراء، ويقول لك لا، دخله ما فيها وش كره القدم وليكيب ناسيونال. مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. علاه تهبل في الناس العالم عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من كندا، من رأي العام عن منشورات تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا. منشورات في كندا، في إنجلترا. موقع اليوم السبب الرئيسي لهذا التشويش وهذا الخلاط لأنه الجزائر عندها مواقف، والمواقف ديالها راهي يعني على كل الأصعدة، يعني المحلية، الإفريقية، الدولية. اضراب احنا درناه باش نخرجوا فرنسا، الاضراب داروها اجدادنا وابائنا باش خرجوا فرنسا. فتقول له يا ولدي احكي لي تجاره، احكي لي سلعه، بيع وشراء، ويقول لك لا، دخله ما فيها وش كره القدم وليكيب ناسيونال. مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. علاه تهبل في الناس العالم عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من كندا، من رأي العام عن منشورات تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا. منشورات في كندا، في إنجلترا. موقع اليوم السبب الرئيسي لهذا التشويش وهذا الخلاط لأنه الجزائر عندها مواقف، والمواقف ديالها راهي يعني على كل الأصعدة، يعني المحلية، الإفريقية، الدولية. اضراب احنا درناه باش نخرجوا فرنسا، الاضراب داروها اجدادنا وابائنا باش خرجوا فرنسا. فتقول له يا ولدي احكي لي تجاره، احكي لي سلعه، بيع وشراء، ويقول لك لا، دخله ما فيها وش كره القدم وليكيب ناسيونال. مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. علاه تهبل في الناس العالم عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من كندا، من رأي العام عن منشورات تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا. منشورات في كندا، في إنجلترا. موقع اليوم السبب الرئيسي لهذا التشويش وهذا الخلاط لأنه الجزائر عندها مواقف، والمواقف ديالها راهي يعني على كل الأصعدة، يعني المحلية، الإفريقية، الدولية. اضراب احنا درناه باش نخرجوا فرنسا، الاضراب داروها اجدادنا وابائنا باش خرجوا فرنسا. فتقول له يا ولدي احكي لي تجاره، احكي لي سلعه، بيع وشراء، ويقول لك لا، دخله ما فيها وش كره القدم وليكيب ناسيونال. مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. علاه تهبل في الناس العالم عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من كندا، من رأي العام عن منشورات تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا المغرب، فرنسا، بريطانيا وكندا. منشورات في كندا، في إنجلترا. موقع اليوم السبب الرئيسي لهذا التشويش وهذا الخلاط لأنه الجزائر عندها مواقف، والمواقف ديالها راهي يعني على كل الأصعدة، يعني المحلية، الإفريقية، الدولية. اضراب احنا درناه باش نخرجوا فرنسا، الاضراب داروها اجدادنا وابائنا باش خرجوا فرنسا. فتقول له يا ولدي احكي لي تجاره، احكي لي سلعه، بيع وشراء، ويقول لك لا، دخله ما فيها وش كره القدم وليكيب ناسيونال. مثل هذه البلبله راح تضغط على المنتخب الجزائري، ما تخليش الشعب الجزائري يفرح بالمنتخب تاعو ويشجع المنتخب تاعو. علاه تهبل في الناس العالم عن طريق صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص موجودين بالخارج، خصوصا
المغرب، فرنسا وبريطانيا وكندا. منشورات من